السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل في الفيديو بتاعنا النهاردة بانيه بطبق كده من بره كريسبي، ولما هتمشي على الخطوات اللي هقولك عليها بإذن الله يعني مستحيل تفك منك. شايفين التفاصيل بتاعه؟ الكمية دي حوالي نص كيلو من البانيه، ده كده نص كيلو. عمل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. خطوات سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملناه ازاي. معايا كده نص كيلو من البانيه، هنزل بمعلقه صغيره من كاري، بهارات فراخ، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، ورشه ملح. وهنبتدي نقلب البانيه بتاعنا في التتبيله كده، نبتدي نتبله كويس جدا، ونحاول ان احنا نوصل البهار لكل قطعه فيه. وهبتدي بقى تسيبيه كده حوالي بقى على حسب، يعني انت هتسيبيه مثلا ساعه 2 3 على حسب. هيشرب من التتبيله وهيبقى طعمه كده في منتهى الجمال. هبتدي بقى معايا طبق كده فيه الخلطه اللي هي الكريسبي اللي انتوا شايفينها دي، ومعايا طبق فيه دقيق وطبق فيه بيضه. نزلت بمعلقه صغيره فلفل اسمر وملح، وهقلبها زي ما انتوا شايفين كده. هضرب البيضه كويس، هضيف معلقه من الفيجيتار على الكريسبي بتاعي، وهبتدي اقلبه كده كويس. مش هنضيف عليه ملح ولا اي بهار، البهارات اللي في الفراخ كفايه جدا. هبتدي بقى انزل بقطع البانيه كده في الدقيق، وابتدي انزل في البيض، وننزل بيها على الكريسبي على طول. هنضغط بايدينا كده ضغطة خفيفة بس كده، عمرها ما هتفك منك بإذن الله. نفس الخطوات هنكررها مع باقي القطع. دقيق، بعد كده ننزل في البيض، بعد كده على الكريسبي على طول. ضغطة خفيفة وبقيت جاهزة معاكي ومستحيل تفك منك. معايا بقى طاسة كده زيت سخن، وهبتدي انزل بقطع البانيه بتاعتي احمرها، وهتحمريها بالطريقة بتاعتك العادية جدا. شايفين الطبقة؟ مستحيل تفك وكريسبي جدا. هبتدي بقى كده تزين الطبق بتاعك بالطريقة اللي انت تحبيها وعلى ذوقك، ونبتدي نرص قطع البانيه بتاعتنا كده. خلاص البانيه بتاعنا بقى جاهز. لو مشيت على الخطوات اللي انا قلتلك عليها، قرمشة بقى من هنا كده للاسبوع الجاي. ده غير الطعم بتاع التتبيلة تحفة. شايفين من جوه كمان الفراخ عاملة ازاي؟ طرية وحاجة كده في منتهى اللذاذة. لما هتجربوه هتعرفوا انا اقصد ايه.